دكتورة هبة عبد العزيز، استشاري ومدرس الصحة النفسية بجامعة اسكندرية. لما تروح لدكتور نفسي ما تقولش وما تعملش ايه. في 7 حاجات مش صح تعملهم او تقولهم لما تتكلم مع دكتور نفسي. اولا، ما تقولش كلام مش حقيقي عشان تبان شخص احسن، انت مش رايح عشان يحكم عليك. 2، ما تقولش انك عارف كل حاجة وجربت كل اللي قاله، لان ممكن تكون شايف انها نفس الحاجة بس في تفاصيل فايتاك، او تكون محتاج تجرب كذا مرة عشان تنجح. 3، ما تقولش انك بتتحسن بس عشان ترضيه او تقنعه انك بتنفذ اللي بيقوله. 4، ما تقولش ان العلاج مش جايب نتيجة غير لو جربت بجدية واستمريت فترة. 5، ما توقفش الجلسات عشان شايف انك احسن من غير استشارة الطبيب، لانه ممكن يكون لسه في حاجات شايف انك محتاج تتعلم، او ان التحسن ظاهري او مؤقت وانت ما تعرفش. 6، ما تستعجلش على التحسن الكامل، التحسن بيتم عادة تدريجي وأوقات العقل يقاوم التغيير وده محتاج صبر. 7، ما تحكمش من تجربة سابقة ليك أو لغيرك إن العلاج مش هيجيب فايدة. تقدر تغير حاجة.